ودعا يزيد برأس الحسين ووضعه أمامه في طشت من ذهب، وكانت النساء خلفه، فقامت سكينة وفاطمة يتطاولان النظر إليه ويزيد يستر عنهما، فلما رأينه فرقن بالبكاء، ثم أذن يزيد للناس إذنا عاما أن يدخلوا، وأخذ يزيد مخصرته وجعل ينكت ثغر الحسين ويقول يوم بيوم بدر، وأنشد أبا قومنا أن ينصفونا، فأنصفت قواضب في أيماننا تقطر الدماء، نفلقها من رجال أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلما. فقال يحيى بن الحكم أخو مروان وكان جالسا عنده لهام بجنب النهر أدنى قرابة من ابن زياد العبد ذي الحسب الوغلي سمي